تعالوا نشوف فضل ال10 أيام من ذو الحجة في الطاعات. هي أيام طاعة عظيمة ربنا فضّلها على سائر الأيام، وهي كل يوم ليه صيام لوحده، يعني ممكن نصوم ال9 أيام ورا بعض، وممكن نصوم يوم ويوم لأ، كل يومين، يعني نصوم كل يوم ليه ثواب لوحده. تعالوا نعرف إيه ثواب الأيام دي، وإيه اللي حصل في الأيام دي عشان كل يوم يبقى ليه ثواب. اليوم الأول هو اليوم اللي ربنا غفر ليه فيه لسيدنا آدم لما كل من الشجرة المحرمة. اليوم التاني هو اليوم اللي ربنا استجاب فيه لسيدنا يونس ونجاه من بطن الحوت. اليوم التالت هو اليوم اللي ربنا استجاب فيه دعاء سيدنا زكريا ورزقه بالولد اللي كان بيتمناه. اليوم الرابع هو اليوم اللي اتولد فيه سيدنا عيسى. واليوم الخامس هو اليوم اللي اتولد فيه سيدنا موسى. اليوم السادس هو اليوم اللي فتح فيه ربنا كل أبواب الخير وهو يوم التروية. اليوم السابع هو اليوم اللي بتغلق فيه أبواب جهنم وما بتتفتحش غير بعد انتهاء ال10 أيام. واليوم الثامن هو يوم التروية، وطبعا الدعاء مستجاب فيه. طبعا كلنا عارفين اليوم التاسع هو يوم عرفة، فمن صامه كان غفار له سنة ماضية وسنة قادمة، يعني ربنا يغفر له سنة فاتت ويغفر له إن شاء الله سنة جاية. وطبعا اليوم العاشر هو يوم العيد ويوم الأضحية، وهو يوم الجايزة من الله عز وجل. ربنا يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال.